صعدة كاسحة برشا. الأول أكيد دوب البرد ولا تريب ولا فواسيس أصلا. عسلامة الناس الكل. اليوم ان شاء الله باش نوصلوا في برنامج وفكرة مزيانة برشا بدأنا فيها من 2020، وهي التعريف بالقمم الجبلية في تونس الكل. واليوم باش نكتشفوا مع بعضنا سادس أعلى قمة في ولاية قفص. فيما يخص لافونتور متاع اليوم 6 كيلومتر هي المسافة الجملية في اتجاه قمة مزيانة برشا، واللي هي قمة جبل كفن سورة على التيتود 789 متر، وبهكا نكونوا كملنا أعلى 6 قمم في ولاية قفص. وإن شاء الله أبارتير من لافونتور هذه باش نوصلوا اللي بدنا فيه خارج قفصة، وباش نكتشفوا مع بعضنا برشا قمم أخرين في تونس الكل. في اللافونتور متاع اليوم كما العادة معايا المساند الرسمي لبرنامج التعريف بالقمم الجبلية، واللي هو صديقي مختار. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعيشوا إن شاء الله تجربة جديدة في قمة كفن سورة، واليوم زيد معنا ضيف جديد إن شاء الله باش يتعلم منا، وهو ديجا نافح ويحب الطلوع والجبولات واليوم زاد معنا صديقنا الصغرون رافي، اول افونتور باش تكون ليه معنا، اول اكسبيريونس معنا باش يطلع معنا لقمة جبل كفن سورة في حياته، اول اكسبيريونس. رافي جوست عمره 18 سنة. عسلامة الناس الكل. اليوم باش نعيش اول اكسبيريونس في حياتي اللي حبيتها تكون اول اكسبيريونس في قفصة، والحمد لله وقت الفرصة جت في قفصة. اليوم باش نعدوا نهار في القمة متاع جبل كفن سورة مع مروان ومختار، وان شاء الله تشوفوني برشا حاجات اخرين. تو كما نشوفوا وصلنا لأهم جزء من لافونتور متاعنا في جبل كفن سورة، واللي هي أصعب صعدة لهنا في الجبل باش نطلعها. أبارتير من الطلعة هذه باش يولي كل شيء سهل، لازمنا نكملوا هذه باش تاكلنا برشا انرجي، ومن بعدها باش نعملوا بوز. بعدها هي بالضبط ان شاء الله. لازمنا نشوفوا ثنية سهلة باش نطلعوا منها من هنا، باش بعد نلقوا القمة مقابلتنا ديريكت. أما تو لازمنا برشا يفور الانرجي كلها باش نقضوا عليها في البارتية ذي، وكي نطلعوا الفوق نزيدوا نرتاحوا أكثر. نورمالمون كما قاعدين نشوفوا صعدة كاسحة برشا وصعيبة. علاش صعيبة؟ على خاطر كما نعرفوا لي ساكادو متاعنا رزان برشا. انا بار اكزامبل الساكادو متاعي فيه 17 كيلو ونص. علاش 17 كيلو ونص؟ خاطر اكثر بوا فيه الماء. كما نعرفوا انه اهم حاجة معنا نجيبوها معانا في افونتور باش نطلعوا الجبل هي الماء. وعلاش؟ خاطر ما عندناش فماش سورس بتاع ماء في الجبل وين نجمو نعبو. معناه تبدا فما عين ولا كيف ما برشا جبولات اخرين. وذاك علاش بار اكزامبل انا عندي 5 لترات من الماء، كما نعرفوا كل لتر فيها كيلو، دونك 5 كيلو هذيك متاع الماء واحد. وبرشا حاجات اخرين، ماتريال الكامب والفطور متاعنا، وحاجات كما اللمجة تحريشة صغيرة. كل في الكل 17 كيلو ونص. دونك هذاك علاش باش تكون صعدة صعيبة برشا. توا من البلاصة هذه لهنا وصلنا ل 485 متر الالتيتود متاعنا، ومازلنا ان شاء الله باش نوصل 789 متر هي القمة كما قاعدين نشوفوا فيها ورانا ان شاء الله.
توا في البلاصة هذه بالتحديد على التيتود 517 متر. باش نعملوا بوز كما نشوفوا الجماعة. توا مختار هو اللي اختار البلاصة الاستراتيجية هذه، نشوفوا منها تقريبا قفصة كلها، وباش نعملوا فيها بوز ان شاء الله، وناكلوا طحريشة صغيرة باش تعطينا الطاقة باش نجموا نوصلوا للقمة. الحقيقة متاع ربي صحيح قمة كفن سورة كالتيتود ماهياش عالية برشا 789 متر، اما برجولية كاسحة برشا على خاطر الديستانس اللي باش نمشوها حتى نوصل القمة طويلة برشا وكلها طلعة وهبطة. معناها فما جبال نطلعوهم هم نفسهم نعاودوا نهبطوهم مرة أخرى. هذاك علاش شدنا برشا وقت، تقريبا توا عاملين 4 سوايع و5 دراج الوقت الكل في الكل، وهذاك علاش هي متعبة. وفما قمم اخرين بنفس الالتيتود متاعها، اما جوست تطلع جبل الواحد توصل للسومي. مي كفن صورة غيرت قواعد اللعبة كل، وكما تشوفوا بالحق انا في جبولات قفصة كل اصعب جبل طلعتها في قفصة هو جبل بورملي، الالتيتود متاع 1156 متر، وبصراحة كان كسح برشا. اما كفن سورة بالرغم انه اصغر منها برشا، اما بريسك صعيبة كيف ما بورملي. احنا توا رسميا في قمة كفن سورة على التيتود 789 متر. كما تشوفوا قمة مزيانة برشا الصراحة، استراتيجية، وتقريبا نجم نشوفوا منها البلايص كلها في ولاية قفصة وحتى في مجاورها في ولاية توزر. ما نحكي لكمش الطقس مزيان برشا، كانت فما شمس وتوا كما تشوفوا الدنيا سحبت على الاخر، وما نحكي لكمش على برد قلاص حصيروا الدنيا. وتوا باش نشوفوا صديقنا رافي شنو احساسه اول مره وصل للقمه. يا رافي احكي لنا على. واخيرا وصلت، ما برشا تعب برشا تعب كاول مره نطلع، برشا تعب خاطر جبل ما كان سهل، برشا حاجات تخليك تشد برشا وقت وتخسر برشا طاقه وتخسر برشا ماء. اما الحمد لله وصلنا. اما احساس في الجبل كي توصل القمه كتعب كل تنساه وتعيش حاجه سمحه، تري الدنيا الكل، تري 360. والمهم انت فرحان كاول اكسبيريونس، وباش تعاود تطلع برشا مرات اخرين بالطبيعه كسهل ربي. والله صديقي المخ توا دورة باش تطيب لنا العشاء. تو وصلنا الحمد لله القمة. نصوروا شوية تصاور تشوفوهم كلها والفيديوهات كلها تشوفوهم في الفيديو ان شاء الله في اليوتيوب. بقالنا تو كان باش نركبوا بلاصة باهية خاطر الدنيا باردة ياسر، وديجا بدات تقطر علينا شوية مطر. الحصيل افونتور دامت 6 ساعات كاملين تقريبا كما عملنا في جبل بورملي بالضبط، اللي هو كما تشوفوا فيه ورانا في البارتي من غادي عملناه في 6 سوايع. بالرغم منها كفن سورة اصغر برشا كالتيتود، معناها اقصر برشا، اما كما قلت لكم ديستانس طويله برشا نتاع 6 كيلومتر ولا اكثر. معناها احنا طالعين زيكزاغ ونطلعوا جبل ونهبطوا جبل. توا باش نبدو اكيد باش نبدو نحلوا لي طونط نتاعنا، وباش نبدو نعملوا شنو باش نطيبوا بالضبط. اول رول باش يعطيه مختار
الرافي شوفوا شنو باش يعاوننا شوفوا برشا قدراته المرة وامكانياته عاد. لا باش يعاوننا برشا المرة هذه نعرف قداد. زعما يعاوننا شوي في الحطب بالساعة المرة الأولى نعطوه أسهل حاجة باش يعاوننا شوي في الحطب ونحن نحطوا الطون. معناها رافي الدور نتاعه باش يلم الحطب وباش يشعل النار زاد. بما قال عندي امكانيات اما ما نجم ما لقيتش معناها كيفاش ان شاء الله قد يشعلها ان شاء الله. هو راه قال لنا في الفيديو قبل ما نطلعوا لافونتور هذه قال راهي عندي في الكواليس قال راهي عندي امكانيات برشا معناها. اما ما جاتش حتى اكسبيريونس قبل اني نطلع سومي دونك هذه اول مره باش يطلع سومي. هي باش كيفاش تو باش تنحي الحطب وباش تشعل النار. اي مريقل وشنو تحب تعمل اخر؟ شنو في امكانياتك انك تعمل؟ والله متعب اللي طلعت ما نجم نلم الحطب ونتكى ذاك. وتاكل بس يا ربي. هذا الشيف مختار شيف رحبينا الليلة وعدنا بعشاء السمح وانا قاعدين نستنى. حسيروا ما نحكي لكمش بعد برشا تعب برشا الجوع اكيد كما تعرفوا. البرد يجوع برشا مع طلوع مع بلاصة طبيعة وهو نظيف اكيد باش الواحد يولي ياكل دوبل ولا حتى تريبل معناها من الماكلة متاع العادية. ميرسي شيف مختار. مرحبا بيك. هايلة. صباح النور في نهار جديد من قمة كفن نسورة وليلة باردة عالمية جلاس. وتوا باش نحاولوا نشوفوا المنظر ونفيقوا الجماعة. منظر السحاب عالمي. هذه كما نشوفوا لهنا مدينة قفصة تقريبا مغطي كلها بالسحاب والضباب. وابارامون هما غادي ماهمش قاعدين يشوفوا في الشمس خاطر كلها مسحبة السحاب ديجا كما قاعدين نشوفوا لوط كيف ما قاعدين نشوفوا الشمس غير كيما بدات تطلع الفوق. منظر حسيلو عالمي تبارك الله. وتوا باش نحاولوا نفيقوا صديقنا مختار اول واحد. مختار صباح النور. صباح النور صديقي. صباح الجو رقدت بالباهي باردة دافي الخيمة ولا؟ أما برشا ريح البارح.
قمنوه مزيان. هاي اخرج عاد ما تبطاش. وتوا باش نفيقوا صديقنا رافي صباح النور. تراخ نشوفوه سي رافي. اوه صباح النور الكل. صافا جوك؟ الحمد لله. رقدت بالباهي؟ رقدت من ليلة باردة برشا. بردت برشا؟ باردة برشا. أول مرة برا ما تبات في بلاصة باردة هكا. ايه باش تعاود ما ديما ولا صحيح؟ ان شاء الله حتى كان شوية باردة ما عادي ما قلقش. باهي سي رافي باش تفيق توا؟ باهي هاي أنا نستنو فيك. هذه أعلى قمة في جبل كف نسورة اللي هي على التيتود 789 متر. حاسيلو احنا خيمنا في البلاصة هذه وين موجودين الجماعة على خاطر كيما تشوفوا القمة فيها برشا ريح اون بلوس فيها برشا حجر كبير القمة كيما قاعدين تشوفوا. دونك ما نجموش نحلوا لي طونط اللي هنا. لهنا باش تكمل لافونتور متاعنا كيف ما كل لافونتور. توا ما بقانا كمش نكملوا رحلة العودة. تقريبا 4 سوايع ونص 5 سوايع ماشي باش نوصلوا للطريق. ان شاء الله راح عجبتكم لافونتور وان شاء الله في كل مرة نحاولوا نكتشفوا مع بعضنا برشا بلايص اخرين مزيانين وبرشا قمم في تونس الكل. تفرهدنا بالكدا واليوم كملنا اخر شيء يعني اخر سلسلة من التعريف بالقمم نتاع قفصة سيئ. وتو باش ننطلقوا ان شاء الله لكامل الجمهورية التونسية. الفائدة انتم تابعونا وشاركونا في الفيديوهات الكل واستمتعوا بالرحلات نتاعنا. الحمد لله اليوم كملنا الرحلة متاعنا اللي دامت 24 ساعة في جبل. عشنا برشا حاجات سمحة اللي كانت منها مباتة في أحضان الطبيعة وعدنا نهير مزيان زيد. تعلمت منها برشا حاجات وعطتني برشا موتيفاسيون باش نتعرف على برشا بلايص اخرين. وهذا الفضل يرجع لخويا مختار وخويا مروان اللي استضافوني معاهم وخلوني نعيش التجربة. نتمنى تكون عجبتكم لافونتور متاعنا وتابعونا ديما.